على أرضه وبين جمهوره. 6 أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الألماني الذي بدأ تسجيل عن طريق اللاعب ريوس في الشوط الأول في الدقيقة 32 يسجل هذا الهدف، ثم في الدقيقة 40 يعود نفس اللاعب ليسجل سادس هدف دولي له في 6 مباريات دولية مع المانشافت الألماني. هنا بعد 6 تمريرات وصلت إليه الكرة، تقدم بدون رقابة وأطلق الكرة عن يسار الحارس ويستوود الحارس الأيرلندي الذي بدأ متواضعا اليوم، وسيكون لنا حديث عنه مع الحارس الدولي السابق نادر السيد. هنا ركلة جزاء في الدقيقة 55 من الشوط الثاني يترجمها مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني بنجاح هدفا ألمانيا ثالثا، ولم تتوقف الآلة الألمانية عن العمل. هنا هدف رابع لألمانيا من إمضاء كلوزة في الدقيقة 58، وهو الهدف الدولي ال65 لكلوزة الذي يصبح على بعد 3 أهداف من جيرد مولر الشهير. ثم في الدقيقة 61 يطلق كروس تصويبة بعيدة من هذه الكرة المرتدة من اللمسة الأولى، كرة طائرة، يحرز الهدف الخامس للمانشافت الألماني. ثم في الدقيقة 83 يعود كروس بنفسه ليصوب كرة بعيدة قوية ويحرز الهدف السادس في مرمى ويستوود تقريبا من زاويته، لكنه فشل في التعامل معها. وبعد ذلك في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع يتمكن اللاعب كوف اللاعب الأيرلندي من استثمار ركلة ركنية ويترجمها برأسه هدفا شرفيا